بتريد من أخ فاقد أخ عزيز عليه. ما يريد مني أكتبها. أرجوك أرجوك أخي وصديقي وعزيز علي دائما وابدا، لكن أتمنى له الرحمة والغفران، وإن الله يحط فيه الأخ عبد الله صاحب الجلالة البركة وإخوانه ورجال الأردن وشعب الأردن. والأردن عزيز علينا أول والآن أعز أكثر وأكثر، ولا نقول إلا الحمد لله رب العالمين، هذا قضاء وقدر، وعلى الجميع نتمنى الصبر والسلوان للشعب الأردني وللعائلة الأردنية، كبيرهم وصغيرهم، ونحن واثقون من صاحب الجلالة الأخ عبد الله واخوانه ورجالات الأردن وشعب الأردن، انهم يحافظوا على هالكيان اللي أسس، وإن شاء الله نحن واثقون من ما نقول. هذا ما نقول. سمو الامير عبد الله، كان لكم لقاء طيب مع جلالة الملك رحمة الله عليه في واشنطن، وكانت هذه المشاعر الفياضة، وكانت رسالتكم بأننا سنكون معكم يا أردن ويا حسين في عسر الأيام يسرها، واليوم تزورون في مناسبة فقدان أخ. كيف نرى مستقبل العلاقة بين الأردن والسعودية؟ والله العلاقة مثل ما قلت أول متينة، والآن إن شاء الله بتكون أمتن وأمتن، لأنه الأردن ومليك الأردن وأهل الأردن ورجالات الأردن عزيزين علينا، ولا يمكن نحن نفرط في الأردن مهما كان، ونفدي الأردن بالأرواح. طول عمرك سمو أعز